باب الجميع البداية بالجامعة التونسية لكرة القدم اللي أعلنت أنه جميع مطالب التأشيرة اللي تقدمت بها لفائدة اللاعبين نالت الموافقة دون أي استثناء، ولم يرفض أي مطلب لأي لاعب من قبل السفارة الفرنسية. كما أكدت الجامعة أنه عدم مشاركة بعض اللاعبين في الرحلة يعود حصريا إلى عدم تقدم الجامعة بمطالب تأشيرة لفائدتهم، وذلك وفق اختيارات الإطار الفني لهذه المباراة. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 17 عام يواجه اليوم انطلاقا من 5 غرباع بعد لحظات باش تنطلق المقابلة هذه في إطار دور ربع النهائي من أو الدور السادس عشر من مونديال قطر 2025، وذلك على ملعب أسباير زون 5 على قناة البين سبورتس المفتوحة باش تنقل المباراة. نذكر أنه منتخبنا الوطني التونسي بلغ الدور الثاني كواحد من أفضل المنتخبات اللي احتلوا المركز الثالث في الدور الأول. بالنسبة للتشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي: سليم بوعسكر في حراسة المرمى، قائد الفريق عبد السلام عقيد، معها أيضا علي جابر، أيوب غريرة، لؤي غضبان، عزيز شعبان، مازن سلامة، ياسين بن محمود، زين الدين حسني، آدم غلاب، وأنيس السعيدية. الترجي الرياضي التونسي باش يواجه اليوم وديا في ليبيا نادي الاتحاد العسكري ببنغازي في افتتاح ملعب جديد بداية من 6 متاع العشية. إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وين دارت اليوم الدفعة الأولى من مقابلات الجولة التاسعة ذهاب في المجموعة الأولى. مقرين الرياضية انهزمت أمام نادي حمام الأنف هدف مقابل 0، هدف سجلوا لاعب مقرين ضد مرماه في الدقيقة 19 أحمد القراوي. بنفس النتيجة أيضا الملعب الأفريقي مزر بورقيبة انهزم أمام أمل حمام سوسة هدف مصعب ساسي من علامة الجزاء في الدقيقة 44، ومحمد بن سعيد كان أضاع ضربة جزاء للملعب الأفريقي مزر بورقيبة في الدقيقة 50. 3-0 إلى المساكن انتصرت على اتحاد بوسالة أهداف كل من حمزة قويدر في الدقيقة 26. الدقيقة 32 محمد أمين المرسني أضاف الثاني، وغسان الذكري سجل ثالث الأهداف في الدقيقة 90 زائد 5-1 في لقاء هلال الشابة ومكارم المهدية. الهلال افتتح التسجيل بواسطة الشادلي حاج محمد في الدقيقة 38، وعدل للمكارم في الدقيقة 66 في راس الصفاقسي. 3-0 لاتحاد تطاوين أمام محيط قرقنا أهداف كل من هارون العياري في الدقيقة 39، حسن الشلي في الدقيقة 68، وزياد العنالي ثلث النتيجة في الدقيقة 90. بالنسبة للمجموعة الثانية لقاء وحيد فاز فيه تقدم سقيط الداير على مستقبل القصرين هدف مقابل 0، هدف وسيم بن عتيق في الدقيقة 90. اليوم انطلقت الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثانية أو الجولة الرابعة لرابطة الهواة المستوى الأول في المجموعة الرابعة. بلبل الرياضية انتصرت على الملعب القفصي 1-0، والتعادل الإيجابي 1-1 في لقاء الفجر الرياضي بالقطار والكوكب الرياضي بدقش. من نتائج مقابلة اليوم في رابطة الهواة المستوى الثاني في المجموعة السادسة: اتحاد جرجيس صحراء دوز مقابلة ما تلعبتش بسبب غياب فريق الصحراء الرياضية بدوز، دونك الاتصال باش يكون لفريق اتحاد جرجيس في انتظار قرار الرابطة. 3-1 واحد شناني فازت على زيتونة الشماخ. 3-0 لاتحاد المطوية أمام الوداد الرياضي بالحامة. 2-1 جمعية الحامة فازت على أولمبيك غنوشة. 1-1 في لقاء ديربي بين مستقبل حسي عمر والملعب الرياضي بسيدي مخلوفة. نختم أخبارنا بالرياضة العالمية وبرنامج أبرز مقابلات اليوم في العالم. في الوديات الخمسة تنطلق مباراة السنغال والبرازيل، وفي التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال 6 جورجيا إسبانيا، و9 غرباء الدنمارك تستضيف بيلاروسيا. هذا ما كان عنا في أخبار الرياضة اليوم. كل الأخبار كالعادة موجودة